صلوا على النبي ويلا بينا نبدأ الحكاية. أنا اسمي نادين من أسرة صعيدية. بتبتدي حكايتي لما ابن عمي كارم بيتقدم لي. كارم بيكون شاب وسيم ولكن مغرور جدا، كل طلباته بتتنفذ من قبل ما يطلبها، وأي حاجة بيكون عاوزها بياخدها من غير أي تفكير ومن غير ما حد يعرضه. كارم ابن عمي كان مغروم بيا لدرجة الجنون، وأنا بصراحة كنت بخاف منه، ما كنتش حابة إني أكون من نصيبه. طلبني أكتر من مرة من بابا، وكل مرة أنا كنت برفضه، واللي كان بيشجعني على ده هو أبويا. دايما كان يقولي اوعي تعملي حاجة غصب عنك، لو مش موافقة عليه ارفضي، مفيش حاجة في الدنيا تجبرك تتجوزي حد مش عايزاه. أنا مرضاش إنك تعيشي تعيسة يا نادين. كلام بابا كان دايما بيشجعني إني أعمل اللي أنا عايزاه، وأنا مطمنة مدام اللي أنا عايزاه مش غلط أو عيب. بتعدي الأيام وكل مرة كارم بيتقدم لي أنا برفضه كالعادة، لحد ما في يوم كارم بيجيب آخره، وبيجي هو وباباه يتخانقوا مع بابايا ويقولوله هو أنت مش قادر تمشي على بنتك؟ بابا بيتضايق منهم وبيقول لهم إيه الكلام اللي ملهوش لازمة ده؟ كارم بيرد على بابا وبيقوله امال تسمي ايه ان كل ما اجي اطلب بنتك بترفضني؟ هو انا يا ابني ايه علشان اترفض؟ بابا رد عليه وقال له انت سيد الرجاله ومفيش حاجه تعيبك، بس بنتي مش عايزاك ومش شايفاك زوج ليها، واكيد انا مش هغصب عليها. عمي بيتعصب على بابا وبيقول له كلامك ملوش اي علاقه بالاصول، احنا من امتى عندنا بنات بيتاخد رايهم او عندنا بنات اصلا بيوافقوا على حاجه احنا بنوافق عليها؟ مادام احنا قلنا تمام يبقى خلاص توافق ورجليها فوق رقبتها. بابا قال له لا، نادين بنتي غير كل البنات، نادين بنتي متعلمه ودماغها كبيره جدا، وانا ما اقدرش اغصبها على اي حاجه، لان من وهي صغيره انا ربيتها انها لازم تاخد قراراتها بنفسها. وبعدين يا اخي حط نفسك مكاني، انت ترضى تاكل بنتك لقمه غصب عنها؟ عمي قال له بكل برود ايوه، ابني ما يعبوش حاجه علشان يترفض، وبنتك لو فضلت طول عمرها قاعده مستنيه حد مناسب يجيلها مش هيجيلها حد مناسب اكتر من ابني. بس هنقول ايه، ما هو اللي عمل في نفسه كده، عمال كل يوم والتاني يجي يطلب ايديها اكن البلد خلاص ما فيهاش بنات غيرها، خلاها تشوف نفسها عليه، وهو بنات البلد كلها تتمنى التراب بس اللي بيمشي عليه. فضلوا يتكلموا مع بعض كتير جدا، صوتهم كان عالي، وانا بصراحة كنت متضايقة من اللي بيحصل، لان خلاص انت جيت اتقدمت وانا رفضتك، خلاص ما تجيش تاني، ليه كل الحوارات دي؟ بعد وقت طويل لقيت كارم بيقول لبابا بصوت عالي اكيد بنتك غلطت مع حد، بنتك معيوبة يا عمي، بنتك مخلصة جامعة بقالها سنة ولحد دلوقتي مش راضية تتجوز، وده ملهوش اي مبرر غير انها غلطت مع حد، ما تنساش ان بنتك كانت بتروح جامعة مختلطة. بابا اتعصب وضغطه عالي وقال له اخرس، ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا بنتي اشرف من الشرف، فعلا ليها حق ترفضك، انت ما تستاهلش ضفرها، امشي اطلع بره بيتي وما شوفش وشك هنا تاني. عمي اتعصب على بابا وقال له بتطردنا من بيتك علشان بنتك؟ بتكسر بخاطر اخوك وهو جاي مددلك ايده علشان يناسبك؟ بابا بيقول لعمي الله الغني عن ده نسب يا عم، ابعد عننا بقى وسيبنا في حالنا، ويا ريت تخلي ابنك يشيل بنتي من دماغها. عمي بيمشي هو وكارم وهما متضايقين جدا، وللأسف في اليوم ده بيكون في واحدة بتنظف لنا البيت موجودة، بتسمع الحوار اللي دار وبتاخد أهم جزء من الكلام وبتحوره، وبتخرج تتكلم عني وعن سمعتي، وللأسف ناس كتير جدا بتصدق. بتعدي الأيام وكل يوم والتاني الكلام بيزيد أكتر، ده يزود كلمة من عنده ودي تزود كلمة من عندها، لحد ما بقت سيرتي على كل لسان. بابا بيزعل جدا من اللي بيحصل حوالينا، وبدون أي مقدمات بيقلب عليا وبيتعامل معايا بطريقة صعبة جدا. طبعا أنا بكون زعلانة جدا في الوقت ده، وبيبقى فيا اللي مكفيني، وباللي بيعمله بابا بيزودها عليا اكتر ما هي على اخرها. بحاول اتكلم مع بابا وافهمه ان انا عمري ما عملت حاجة غلط، ولكن بابا بيوقفني وبيقول لي انا عارف انك صح وما عملتيش اي حاجة غلط، بس انا متضايق منك، ليه رفضتي ابن عمك؟ ليه بتعندي؟ ليه فضلتي تكبري لحد ما وصلنا للي احنا وصلنا له دلوقتي؟ كارم فيه ايه يعيبه علشان ترفضيه؟ شاب محترم وكويس وميسور الحال وكل بنات البلد فعلا تتمناه. قلت له بس انا مش من ضمن البنات اللي تتمناه، بصراحة يا بابا انا مش مرتاحله ومش حابة اتجوزه، وحضرتك عارف اني هتجوزه عمر مش يوم والتاني واتطلق. قال لي طيب خليكي بقى زي ما انتي كده وافضلي كبري وعندي، ودلوقتي ولا حد هيرضى يجي يخطبك ولا حد هيرضى يجي يتجوزك بعد الكلام اللي طلع عليكي. دخلت اوضتي وانا متضايقة وفضلت اعيط. بعد وقت لقيت بابا بيخبط عليا،
قلتله اتفضل يا حبيبي ادخل. بابا دخل حضني وطبطب عليا وقال لي انا اسف، حقك عليا، انا جيت عليكي، بس ديكي شايفة اللي بيحصل حوالينا، انا ولا بقيت قادر اتحمل كلام الناس ولا نظراتهم. قلتله حقك عليا يا بابا، انا لو اعرف ان كل ده هيحصل والله كنت وافقت على كارم، انا ما عنديش في الدنيا كلها اهم منك. قال لي يعني لو كارم اتقدم لك تاني توافقي عليه؟ قلتله طبعا يا بابا مادام ده هيرضيك. قال لي بصي يا نادين، دلوقتي مفيش حد هيرضى يتقدم لك بعد الكلام اللي اتقال عليكي، وكريم ابن عمك بيحبك وبيثق فيكي جدا، وبصراحة هو كان عندي من شوية وطلب انه يتجوزك، وهو طبعا عارف الظروف اللي احنا بنمر بيها. طبعا انا اتعصبت جدا وقلت لبابا طيب ما هو السبب في كل اللي احنا فيه ده؟ قال لي لا مش هو السبب، اي حاجة بتحصل لنا بتبقى مكتوبة، ويمكن اللي حصل ده حصل علشان تدي فرصة لكارم. قلت له عامة يا بابا انا مش هزعلك، اللي حضرتك شايفه صح اعمله وانا معاك في اي حاجة انت هتؤمر بيها. بابا طبطب عليا بفرحة ورضا ونزل اتصل على كارم وقال له هات ابوك ومامتك وتعالى علشان نقرا الفاتحة. كارم جاب اهله وجوهم على طول. مرات عمي كان باين عليها الضيق، ومن الواضح كده انها كانت رافضة الموضوع. قرينا الفاتحة وتعشينا مع بعض، وبعد وقت لقيت مرات عمي عمالة تبصلي بقرف. قلت لها هو في حاجة يا حبيبتي؟ انتي متضايقة من حاجة؟ قالت لي ايوه طبعا متضايقة، ابني اتقدم لك اكتر من مرة وكل مرة كنت بترفضيه، انما لما سمعتك بقت في الارض وافقتي عليه، وانا ابني مش قليل علشان ياخد واحدة معيوبة الكل بيتكلم عليها. كلامها جرحنا قوي لدرجة ان كنت هعيط. كارم حط ايده عليا وقال لمامته ما اسمحلكيش تتكلمي معاها كده يا ماما، دي من النهارده تعتبر على اسمي، وممنوع اي حد يجي عليها او يزعلها، لانكم لو جيتوا عليها او جرحتوها هعتبركم بتهنوني. وبصراحة وقف مامته عند حدها، ودي حركة عجبتني جدا منه. بتعدي الايام وكل يوم والتاني كارم بيثبت لي انه بيحبني. طبعا انا بكون حاسه انه دمه تقيل ورخم، خصوصا انه مش بيعرف يعبر عن مشاعره، والمشكلة انه كان فاكر انه كل حاجة يقدر يشتريها بالفلوس. يعني مثلا كان يجيب لي هدية غالية جدا ويستني مني افضل اقوله قصايد شعر، وانا طبعا ما ببقاش عايزة كده، انت ممكن تقولي كلمة حلوة وانا اردها لك بكلمة احلى منها. حاولت اني اغير فيه حاجات كتير جدا علشان اقدر اتقبله لما نتجوز، ولكن هو فضل زي ما هو وانا فضلت زي ما انا. الايام بتعدي وبنكتب الكتاب. بعد كتب الكتاب بطلب من كارم يشوف لي اي مكان بعيد عن بيت العيلة، لاني اكتشفت بعد كتب الكتاب ان انا وكارم هنتجوز في بيت العيلة. الموضوع ده انا ما كنتش عاملة حسابي عليه. كارم قال لي لو سبت بيت العيلة امي هتزعل. قلت له بكل هدوء لو قعدنا في بيت العيلة برضو مامتك هتزعل. قال لي ليه؟ قلت له هيحصل مشاكل كتير جدا، لان مامتك مش بتحبني واخواتك البنات برضو مش طايقني، فخلينا حبايب من بعيد لبعيد، كل فترة والتانية كده تاخدني ونروح لهم زيارة. قال لي خلاص ماشي، سيبيني بس اظبط الدنيا، لان موضوع اني اسيب بيت العيلة ده مش سهل خالص. كارم بيروح وبيحاول انه يقنع اهله كتير جدا. بابا بيوافق على طول، ولكن مامته هي اللي بترفض، بتفضل تقوله هتاخدك مني، هتبعدك عني، والكلام اللي انتوا عارفينه ده. ولكن هو كان مصر انه يسيب بيت العيلة، ومع اصراره على مامته اخيرا مامته بتوافق بعد زن كتير. كارم بيبلغني بفرحة ان مامته وافقت، وانه خلاص بيشتري شقة متشطبة وهنتجوز على طول. طبعا انا بتضايق جدا، لان حوار اننا نخرج من بيت العيلة انا كنت فاكرة انه صعب جدا وانه مش هيقدر يقنع مامته، وبصراحة كده كنت بأخر في الجوازة لاني مش طايقاه. بعد مرور اسبوعين كارم بيكون خلص الشقة وجهزها، بيجي البابا وبيتفق معاه على ميعاد الفرح. طبعا انا بحس بخنقة من جوايا وبفضل اعيط، لاني منسيتش اللي هو قاله عليا، وقررت ان انا بعد الجواز هعلمه الادب وهخليه يدفع تمن الكلام اللي خلى الناس تقوله عليا. بابا بيتفق مع كارم على ميعاد الفرح. طبعا انا لما بعرف الميعاد بتصدم، لان بابا بيتفق على ميعاد بدري جدا، وانا كنت فاكره ان بابا هيستنى شهر او شهرين. لما بعاتب بابا وبقول له ليه عملت كده، بيقول لي انا كنت عايز افرح بيكي، وشايف ان دلوقتي زي بكره، خليها تمشي بتسهيل ربنا. قلت له خلاص ماشي يا بابا، المهم ان حضرتك تكون مبسوط. بابا بسني وقال لي انا طبعا مبسوط وفرحان بيكي جدا. الايام بتعدي وبيجي يوم الفرح، بحاول اني اضحك وارقص واتنطط، لاني بكون شايفه الحزن في عين بابا. بابا بيكون زعلان عليا جدا، لان انا البنت الوحيده وروحي متعلقه فيه، ومن يوم ما وعيت على الدنيا وانا عمري ما بعدت عن بابا. الفرح بيخلص وبودع بابا وماما واخواتي الصبيان، بيوصلوني لشقتي وبيسيبوني ويمشوا. اول ما بدخل الشقه بكون مش طايقه كارم ولا طايقه حتى ابص في وشه.
كارم بيحاول يقرب لي وأنا بتخض وببعد عنه. طبعا هو بيتصدم وبيقول لي انتي بتبعدي كده ليه؟ قلت له بخوف وتوتر أنا لسه لابسة الفستان، بتقرب مني كده ليه؟ قال لي عادي يعني كنت هبوس راسك. قلت له طيب اصبر. دخلت الأوضة وأنا متوترة، غيرت هدومي وفضلت قاعدة وأنا مرعوبة. بعد وقت خبط على باب الأوضة ودخل، حاول إنه يقرب مني تاني ولكن أنا بعدت للمرة التانية. لما بعدت عنه للمرة التانية هو شك فيا ولقيته بيقول لي بنظرة شك هو انتي غلطتي مع حد؟ بصيت له وانا متضايقة منه جدا وقلت له ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ انا محدش قرب لي قبل كده، وزي اي بنت يوم دخلتها خايفة ومتوترة ومحتاجة جوزي يطمني، ولكن بعد الكلام اللي انت قلته ده انا استحالة اكمل معاك. فضل يعتذر كتير ويقول لي انا كمان متوتر والله حقك عليا، انا مش هقول اي حاجة من الكلام ده تاني انا اسف. هو كان بيتكلم وانا كنت منهارة من العياط، حاول انه يهديني ولكن انا زعقت معاه وقلت له انا اتجوزتك بسبب الكلام اللي انت قلته، من يوم ما دخلت حياتي وانت السبب في كل حاجة وحشة بتحصل لي. بابا زعل مني وغصب عليا اني اتجوزك، بجد انا مش مسامحاك ومش عايزاك. قال لي يا نادين انا بحبك، انا نفسي بس تديني فرصة. انا عارف اني غشيم واني مبعرفش اقول كلام حلو وان كلامي مش متزوق زي الرجالة الملزقة، وده لاني ما تربيتش على ده، انا اتربيت على اللي بيقول ما بيعملش واللي بيعمل ما بيقولش. انا بحب ابين حبي بالافعال، بالهدايا وبالحاجات اللي انت بتعتبريها ماديات فارغة ملهاش لازمة. للأسف هي دي الطريقة اللي انا اعرفها علشان اعبرلك بيها عن حبي. ويا ستي لو الطريقة دي مش عاجباكي علميني، قوليلي انت بتحبي ايه وانا اعملهولك، بس واحدة واحدة خليكي معايا وانا والله هحاول اتغير علشانك. انا بحبك لدرجة اني زعلت امي علشان اتجوزك، انا بحبك لدرجة مفيش حد يتخيلها. يا بنتي ده انا مسحت بكرامتي الارض وجيت اتقدمتلك بدل المرة 100. انا بس نفسي تسامحيني على اي حاجة انا قلتها، وانا والله هحاول اصلح غلطتي وعمري في حياتي ما اقولك اي كلمة تزعلك تاني. وهو بيتكلم معايا كانت عيونه مدمعة، حسيت ان كل كلمة بيقولها لي طالعة من قلبه. قررت ان انا اديله فرصة وقلت له بص يا كارم انا المرة دي هديلك فرصة، بس عايزة اقولك ان المرة دي هتكون اول واخر مرة. لقيته حضني بسرعة وقال لي والله ما هتندمي. الأيام بتعدي وأنا وكارم كل يوم والتاني بنقرب من بعض أكتر. كارم في البيت بيكون معايا زي القطة الصغيرة، إنما بقى قدام أهلنا فهو أسد. كان دايما بيحافظ عليا وعلى مشاعري وما بيسمحش لأي حد يجي عليا أو يزعلني، على طول يحكي عني قدام الكل ويجمل فيا وفي شكلي. لما قربت من كارم اكتشفت ان انا وهو شبه بعض في حاجات كتير جدا، حسيت من جوايا اني ابتديت اتشدله واحبه، وده طبعا بسبب حنيته وطيبته معايا. ربنا بيرزقني بالحمل بعد 6 شهور. كارم اول ما بيعرف اني حامل بيبقى خايف عليا من الهوا، ما بيسمحليش اعمل اي حاجة في البيت، بيساعدني على قد ما يقدر وكمان بيجيب لي بنت تساعدني في شغل البيت. كارم بيكون كل حاجة في حياتي، بيحاول بكل الطرق انه يعوضني عن كل حاجة عملها معايا زمان. كل ما نقعد مع بعض ويفتكر اللي عمله معايا يتضايق ويفضل يقولي والله حبي ليكي كان عميني. ما كنتش عارف انا بعمل ايه، ولكن كل اللي انا كنت عارفه وكل اللي كان في دماغي في الوقت ده ان انا عايزك تكوني ليا. انا وكارم لقينا بعض، صدق اللي قال ما محبة الا بعد عداوة. انا كنت اطيق العمى ومطيقش كارم، دلوقتي كارم هو روحي وحياتي وكل حاجة حلوة ليا. مش مصدقة اني عشت قصة من القصص اللي كنت بقرأها زمان. نفسي بجد كلكم يا بنات تعيشوا قصة حب ما تنسوهاش ابدا، ومهما تكبروا في السن تفضلوا تحكوها لولادكم ولأحفادكم. انا حاليا حامل وهولد في نص رمضان، عايزاكم تدعوا لي كتير وتقولوا لي رأيكم في حكايتي لان رأيكم يهمني. وبس كده يا حلوين، كده قصة النهاردة خلصت. صلوا على النبي وما تنسوش لايكات بقى لايكات، ومع السلامة يا احلى واجمل فراولات.